هنعمل النهاردة الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة كلكم طلبتوها، وهي بالقشطة الكدابة. انا هنا معايا كوباية ونص من المية، حطيت عليها 3 كوبايات من السكر. المية بتبقى اقل من السكر، يعني السكر بيبقى ضعف المية. الكنافة لما جبتها حطيتها في الفريزر علشان لما اجي اكسرها او اقطعها بالشكل ده بتبقى سهلة معايا. طلعتها من الفريزر وهي جامدة، وقعدت اكسر فيها كده. حطيت عليها معلقتين من السمنة، وابتديت اخلط السمنة في الكنافة كويس جدا. وبعد كده جبت الصاج بتاعي وفردت الكنافة وعملت يعني سور كده. رفعت الكنافة على سور الصينية علشان لما احط الحشو بتاعتي ما تطلعش بره. وابتديت اقطع قطع من الموز وفردتها كلها في الصينية على الكنافة. بعد كده جبت القشطة الكدابة. احنا عملنا قبل كده القشطة الكدابة عبارة عن حليب مع نشا وعلى نار هادية من غير سكر، لان كفاية قوي شربات الكنافة. هنا ضفت كمان معلقتين من القشطة على القشطة الكدابة، قشطة حليب على القشطة الكدابة بتديها طعم اجمل. وابتديت افرد القشطة الكدابة بتاعتي على الكنافة، وهبتدي بقى احط الوش من فوق كده، يا دوبك ابطبط كده، بطبطها خفيفة عليها، وسقيتها بالشربات اللي احنا عملناه في اول الفيديو. وبس كده. ودي كانت معانا الشكل النهائي. قدميها بقى باي طريقة زي ما انت حابة.